السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، والنهاردة جاية لكم في فيديو جديد. قلت كده ابتدي معاكم بحاجة لذيذة وأكلة كلنا بنحبها، والأطفال كمان بتحبها. عملتها معاكم كذا مرة قبل كده، بس أنا بصراحة مش ببطل أعملها. يعني لما بكون خلاص زهقت كده من الأكل أنا وأحمد بلجأ لها يعني على طول، وبحب إن أنا أعملها. فالنهاردة بقى كان معايا كمان ناس عزاز كده على قلبي وبحبهم قوي، وكانوا طالبينها مني من زمان. ف قُلت يعني بقى أعملها لينا كلنا وناكلها بألف هنا وشفا. فحطيت معاكم كده حوالي كيلو دقيق، وحطيت عليه رشة من السكر ورشة برضه من الملح، وهاحط معاكم كيس خميرة فورية. أنا باستخدم خميرة دريم، هي ما شاء الله حلوة جدًا يعني، ولا مرة حطيتها خذلتني بصراحة. جربت أنواع تانية كتير أوي ما كانتش كويسة وما كانتش حلوة، وما كانتش بتخلّي العجين هش كده وحلو. ف أنا باستخدمها دايمًا. حطيت كل المكونات الجافة، وبعد كده قلبتها كويس كده مع بعض. وفي الكنكة اللي جنبي دي كنت مدفية شوية مية زي دمع العين كده. لو مش عايزين تدفوها عادي مفيش اي مشكلة، النتيجة هتبقى واحدة. انا بس كنت بسرع من عملية ان هي تخمر يعني، علشان كنت مستعجلة، فعلشان كده دفت لها المية. لكن لو عملتي وعجنتي عادي بمية ساقعة مش هيحصل اي حاجة، هي بس هتاخد وقت شوية على بال ما تخمر. فبابتدي كده إن أنا أنزل بالمَيّة الدافية بتاعتي دي واحدة، واحدة، وباقلِّب بالإسباتيولا كده لحد ما أحس إن العجين هابتدي بقى إن أنا ألِمّه بإيدي، وبعد كده باشتغل بإيدي. وفي الآخر بالِم العجين بحوالي معلقة زيت زيتون كده أو زيت نباتي عادي، بس يكون طعمه حلو وريحته حلوة. معلقة الزيت دي بتفرق معاكِ جدًا، جدًا في طراوة العجين والهشاشة بتاعته، وكمان نعومته، فبيبقى حلو، حلو أوي يعني. هافضل بقى كده أعجن لحد ما الحاجة اللي أنا باعجن فيها دي تنضف، وكمان إيدي تنضف وتبقى زي الفل والعجينة تنعم. هنا بقى هاخد معلقة كده من زيت الزيتون، وهابتدي إن أنا أعجن بيها. هتبصوا تلاقوا بقى إن العجين بقى لين كده في إيديكوا، وكمان ابتدى إن هو ينعم. وافضلوا اعجنوا فيها لحد ما العجين ينعم معاكوا خالص، وإيديكوا آآ تنضف هي والحاجة اللي أنتِ بتعملي فيها زي ما أنتم شايفين كده دلوقتي. ما شاء الله شايفين العجين هنا إزاي ناعم وحلو أوي. قفّلت بقى عليه كده بالstretch wrap وحطيته. أنا دايمًا باخمّر في الفرن، باولّع اللمبة بتاعة الفرن وباحطها جنبها كده، لإن اللمبة دي لمّا بتولع يعني فترة بتعمل زي سخونة بسيطة كده. خلاص بقى سِبت كده العجينة بتاعتي تخمر، وكان معايا صدق هنا ابتديت إن أنا أقطّعه قطع. إحنا في البيتزا مش بتقطّعي الصدق قطع كبيرة ولا قطع صغيرة، يعني مش كبيرة إن هي تبقى على القطعة كده وأنتِ بتاكليها كبيرة، ومش صغيرة اللي هي تنشف في السِوَى وما تبقاش حلوة. فقطّعتها كده وهاركن الصدق معاكم على جنب، وهنشوف هنعمل إيه تاني. قطعت بقى الصدق، وهنا كان عندي بانيه برضو قلت كده اقطعه شرايح علشان اعمل بيتزا صدق وبيتزا فراخ. وكمان هعمل بيتزا تالتة كده بنوع تالت معاكم هنشوفه مع بعض دلوقتي. طبعا برضو بقطع الفراخ ولا هي رفيعة ولا هي تخينة، يعني التقطيعة اللي تستوي وتبقى كويسة، وفي نفس الوقت الفراخ ما تنشفش وتبقى طرية واحنا بناكلها كده على قطعة البيتزا. طمنوني عليكم بقى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده بألف خير ان شاء الله. الجو يعني خلاص حاساه بقى ربيع كده، وبقى يعني مايل للصيف كده شوية. ما بقاش عايز بقى الحفا والحاجات دي كلها. ف يلا الحمد لله يعني. ابتديت هنا بقى كده ان انا اشوح الصدق، وحطيت في الطاسة التانية حبة زيت علشان كمان اشوح الفراخ بتاعتي. وانا الحشوات بتاعة البيتزا بحبها بيزك جدا، يعني مش بفتكس فيها زي ما بيقولوا يعني. فبحب كده ان انا اشوحها الاول، وبعد كده مثلا الصدق بحط له شعرة من الملح، لان الصدق كده كده بيبقى في التوابل بتاعته، بحط له بس شعرة من الملح. ولو عايزين تحطوا شعرة صغيرة جدا برضو من الفلفل الاسود مفيش مشكلة.
بس كده، أنا كده حطيت الملح بتاعي وهاسيبه بقى المَيّة اللي هينزّلها هيشربها وخلاص كده هاسيبه على جنب وهيبقى كده الصدوق معايا خلص. والفراخ باحط لها ملح وفلفل أسود وبابريكا مدخنة يعني شعرات كده اللي هي برضه باشوّحها كده بيها وخلاص. ولو عايزين تحطّوا فص توم مع الفراخ تمام، أنا ساعات باحطّه وساعات مش باحطّه. بس أنا النهارده ما حطيتهوش، أنا النهارده كمان حطيت معاكم ملح وبابريكا بس، كنت عايزة البيتزات تبقى الحشوات بتاعتها طعمها basic وأنا بقى بالخضار والموتزاريلا والزعتر والحاجات دي أضبّط الطعم يعني فاهمين قصدي؟ بس كده، كده الحشوتين دول كده معايا خلصوا. شِلت بقى الصدوق في حاجة تانية وغسلت الطاسة وجبتها بقى معاكم علشان أعمل الصلصة بتاعة البيتزا. أول حاجة بقى حطيت فصين توم كده وهاشوّحهم أول ما يبتدوا إن هُم كده يحمرّوا، هانزل عليهم ب3 معالق صلصة علشان يعني أنا عملت بمقدار كل بيتزاية معلقة فاهمين قصدي؟ فهانزل كده بحوالي 3 معالق أو معلقتين ونُص من الصلصة. صلصة مُعلبة عادية جدًا، حطيت المعلقة التالتة معاكم أهي، خفّفتها بشوية مَيّة صغيّرين خالص وهاسيبها كده تغلي، وهابتدي بقى إن أنا أتبّلها، هاحط عليها زعتر وملح وفلفل أسود، هنا بتبقى طعمها بقى وريحتها خطيرة، خطيرة وبتدّي طعم فظيع، فظيع للبيتزا بجد، بيبقى طعمها حلو أوي. خلّصت بقى الحشوات كده على جنب، الحشوة التالتة مش محتاجة إن أنا أعمل لها حاجة على النار، فخلّصت كده بقى الحشوات وكنت هنا محضّرة الخضار بتاعي اللي أنا هاعوزه في البيتزات. وابتديت بقى إن أنا أقطّعه، البصل باقطّعه جوليان كده على صغيّر وبافتفته، يعني باطلّعه من بعضه كده وأنا باوزّعه على البيتزا، وكمان كان معايا طماطم وفلفل علشان تبقى هي دي الحشوات المطلوبة للبيتزات اللي معايا النهارده. باحاول إن أنا أقطّع الجوليان صغيّر علشان يعني لمّا ييجي حد ياكل ما تبقاش في حتّة بصلاية كبيرة مثلًا معاه أو كده، لأ يعني باقطّعها بالوضع المناسب يعني. وهنا كمان كان معايا فلفل هاقطّعه برضه قطع صغيّرة كده عادي. دايمًا حاولوا تخلّوا تقطيعة الخضار على قد ما تقدروا صغيّرة علشان تبقى سهلة كده في الأكل وما تبقاش يعني واضحة أوي. بس خلّصت كمان معاكم الفلفل وهاقطّع كده الطماطم بتاعتي مكعبات صغنونة، وبس كده هيبقى هو ده الخضار بتاعي اللي أنا قطّعته معاكم. يبقى إحنا كده عملنا العجينة وسِبناها تخمر، وبعد كده دخلنا على الحشوات، كل ده والعجينة بتخمر، الحشوات بتاعتي سويتها، والخضار كمان قطّعته، هتلاقوا بقى إن أنتم البيتزا أصلًا ما خدتش منكم ساعة، يعني حسب الكمية اللي أنتم عاملينها هي مثلًا ساعة، ساعة ونُص، ده لو أنتم عاملين ما شاء الله كذا واحدة يعني، لكن ده بالسِوَى كمان، لكن هي ما شاء الله حلوة. هنا كانت خمرت بس أنا ما سِبتهاش تخمر لحد الآخر لإني كنت مستعجلة جدًا. ابتديت بقى إن أنا آخد كده على قد كل صينية، وهاروح أفرد العجينة مع نفسي علشان ما اطولش عليكم وهاجي لكم بقى. هنا بقى كنت فردت العجينة بتاعتي، وابتديت بقى إن أنا أعمل فيها أخرام كده بالشوكة، علشان العجينة نفسها تشرب من الحشوة اللي هتكون عليها من فوق. وهابتدي بقى كده إن أنا أدهنها بالصلصة، مش قادرة أوصف لكم طعم الصلصة دي كانت قد إيه حلوة، وكان طعمها تحفة. عايزة أقول لكم بقى إن أنا خلّصت معاكم البيتزا لحد ما دخّلتها الفرن، حطيت يعني الموتزاريلا بتاعتي ودخّلتها الفرن، وللأسف بقى وقت ما طلعت نسيت خالص إن أنا أصورها لكم، خلاص كنا كلنا بقى جعانين وعايزين ناكل وكده، فقُلت بقى خلاص يعني ما فيش مشكلة، المهم إن أنتم شُفتوا الطريقة معايا. بس بقى ابتديت هنا كده وزّعت الفراخ بتاعتي كويس أوي، وما شاء الله كانت الحشوة حلوة، حطيت كده طماطم، أنا مش باحب أكتّر أوي الطماطم علشان خاطر العجينة بتاعة البيتزا نفسها ما تطراش،
باحاول على قد ما أقدر كده أشيل المَيّة اللي بتبقى جواها والبذر والحاجات دي، هي بتبقى أصلًا متصفية في الطبق، فأنا طبعًا مش باخدها. ف خلاص بقى حطيت معاكم كده الطماطم والبصل والفلفل، ووريتكم كده أول واحدة ركنتها على جنب. هاحط بقى معاكم الموتزاريلا في الآخر خالص. وهنا كان معايا بسطرمة، برضه وزّعت كده البسطرمة وحطيت الطماطم وحطيت الفلفل وحطيت البصل، وبرضه هاركنها لحد ما اخلّص التالتة. وفي الآخر بقى بارُش كده الموتزاريلا بتاعتي على الوش، وباحط كده على الوش لكل صينية رشة من الزعتر، ورشة الزعتر دي بتودّي البيتزا في حتة تانية خالص، بتخلّيها طعمها حلو أوي. ابتديت بقى إن أنا أوزّع البصل كده. كفاية بصل، كفاية بصل. بس وهاوزّع بقى الفلفل كده بتاعي وهاركنها على جنب، وندخل بقى على الحشوة التالتة اللي هي بتاعة الصدوق. هنا بقى أنا كنت عملت بتاعة الصدق كده مع نفسي، وابتديت بقى إن أنا أوزّع معاكم الموتزاريلا على الوش. أنا باستخدم موتزاريلا ملكي الطبيعي، وباستخدم اللي هو الكيس الأخضر ده، الاتنين حلوين ما فيش فرق كبير ما بينهم يعني، والاتنين طعمهم حلو جدًا في البيتزا، يعني بيكون طعمها جميل. وأدي الصدق أهي كنت عملتها لوحدي سريعًا، وهابتدي برضه إن أنا أحط الموتزاريلا بتاعتي، وكل واحدة فيهم كنت بادّيها رشة كده من الزعتر، فكانت بتخلّي طعمها حلو أوي. بس كده أنا كده خلّصت، وابتديت بقى إن أنا أرُش الزعتر معاكم. وكمان كان في واحدة صغيّرة كده فضل معايا بسطرمة، فعملت واحدة صغنونة تانية على قدّها، كمّلتها برضه موتزاريلا. بس الحمد لله كان عندي كيس تاني كده فيه حبّة صغيّرين، ف يا دوب كفّوها يعني، فالحمد لله عملتهم وكانوا زي الفل. وكان طعمهم والله حلو جدًا، جدًا، جدًا. جرّبوا البيتزا بالطريقة دي وبطريقة العجينة دي، هتلاقوا العجينة هشة وطرية وتحفة، تحفة، تحفة، وطعمها خطير يا جماعة. ادّوها لولادكم في المدرسة، ممكن تعملوا نفس العجينة تعملوها ميني بيتزا كده صغيّرة، بتبقى طعمها حلو أوي. فاكرين بقى الفيديو اللي فات ده كان تكملة الفيديو اللي فات، أنا كنت عملت كيكة بس ما كنتش حطيتها في الفيديو علشان ما اطولش عليكم الفيديو، فعملت كيكة بالشوكولاتة كده معاكم. حطيت كوباية لبن وكوباية زيت وكوباية ونص سكر وأربع معالق من الكاكاو الخام الأسباني. وانا ليه بقولكوا الكاكاو الخام الأسباني؟ علشان يديكوا الطعم ويديكوا اللون ده، مش لو استخدمتوا كاكاو عادي من اللي هو الكاكاو المحلى مش هيديكوا الطعم ده ولا هيديكوا اللون ده. فهي بصراحة بتبقى أحلى حاجة إن هي تتعمل بالكاكاو الخام الأسباني. بتلاقوه عادي عند أي عطار، بتلاقوه في فتح الله، يعني في كذا حاجة كده. شلت بقى من الخليط ده كوباية كده على جنب من الشوكولاتة علشان هستخدمها في الآخر. وكسرت بقى على الكيكة بتاعتي بيضتين كبار، وأنا ساعات باحط 3 بس أنا كان وقتها يعني عندي بيضتين، وحطيت ظرف من الفانيليا. وهابتدي بقى إن أنا أضرب كل ده كده مع بعضه تاني، وهاخد بقى الخليط ده وهانزل بيه عليه ب3 كوبايات من الدقيق. 3 كوبايات من الدقيق هانخلهم، وهابتدي بقى إن أنا أقلبها، وبكده الكيكة خلاص هتكون خلصت معايا. هاقلّبها وبعد كده هاجيب صينية هاحط فيها زي ما أنتم عايزين بقى، بتدهنوها زيت أنتم أحرار، بتدهنوها وتبطنوها بدقيق أنتم أحرار، بتدهنوها معلقة سمنة صغيرة، في كل الأحوال هي بتبقى حلوة، المهم إن الصينية تتدهن وخلاص. كنت هنا بقى باخد الدقيق وبانخله معاكم، وحطيت كمان كيس من الكيك شيف. وبس كده خلصت بقى. هابتدي ان انا اقلب القوام ده كله، وهلاقيه تقيل شوية هزوده شوية لبن صغيرين، وهحطه بقى على طول في الفرن على درجة حرارة 180. عايزة اقول لكم ان كان طعمها تحفة تحفة تحفة، والله العظيم كانت خطيرة وكانت لذيذة كده. وفي الاخر بقى حطيت الصوص بتاع الشوكولاتة ده اللي انا شلته على جنب، حطيته على وشها. كانت طعمها حلو جدا جدا، شايفين ما شاء الله قوامها. هنا بقى كنت دهنت الصينية بتاعتي معلقة كده من السمنة بسيطة دهنة كده، وهنزل بقى بالكيك بتاعتي وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180.
وبس كده، هو ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة. كان فيديو كده خفيف ولذيذ فيه وصفتين حلوين قوي، الكيك بالشوكولاتة كل الأطفال بتحبها والكبار كمان بيحبوها، وكمان البيتزا كلنا بنحبها، ناس كتير قوي بتحبها. اعملوا كده الوصفات دي لولادكم، وبجد بجد يا جماعة، العجينة بتاعة البيتزا دي لو عملتوها ميني بيتزا واديتوها لأولادكم في المدرسة بتكون طعمها خطير، وبتكون طرية وهشة وهتفضل معاهم طول اليوم بنفس قوامها وبنفس طريانها. كده يكون الفيديو خلص، مستنية تشجيعكم، أشوفكم في فيديو جديد على ألف خير، مع ألف مليون سلامة.